بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بكم حلقه جديده من برنامج ببساطه. والنهارده هنتكلم عن خطبه الجمعه، وازاي ان خطبه الجمعه يا جماعه اصبحت عبء على المسلمين، وبنشوف للاسف الشديد شبابنا بيقفوا بره المسجد مستنيين الخطبه تخلص من كتر ما هي تقيله عليهم، وبعدين يخشوا يصلوا لما الاذان ياذن. وازاي ان المسلمين للاسف بنسمع كتير بيشتكوا من خطبه الجمعه، ويتمنوا ان هي يقول لك والله لو لنا خطبه الجمعه دي فرض ما كناش حضرناها. فالكعبة زي ما انتم عارفين من الحاجات اللي بتجمع المسلمين، الحج من الحاجات اللي بتجمع المسلمين، رمضان من الحاجات اللي بتجمع المسلمين، صلاة الجماعة كذلك، وكذلك الجمعة. فالجمعة ليها فضل كبير عند الحق سبحانه وتعالى. المسلم يروح للمسجد يتشحن شحنة تكفيه الأسبوع كله، يستمع إلى كلام الله عز وجل. وناس كتير كانت صلاة الجمعة بتفرق معاهم. فأنا جاي النهارده أتكلم على حاجتين. أهل كل حي، يا ريت أو أي حد يسمع الفيديو ده، اهل كل حي يتجمعوا ويقعدوا مع مفتش الاوقاف المسؤول عن المسجد او الجماعه المسؤولين عن المسجد، ويقعدوا مع خطيب المسجد وشوفوا ايه اللي ناقصه عشان خطبه الجمعه تطلع بشكل كويس. لو ناقصه كتب جيبوا له كتب، لو ناقص مهارات يعني تقديم وكده شوفوا حد يقعد معاه يعلمه اللي هي البرزنتيشن سكيلز والكوميونيكيشن سكيلز، وزي ان هو يقدم خطبه. لو هو ينقصه امور ماديه بيطلع مش مركز ساعدوه. خطيب الجمعة لو صلح والله الملايين هيصلح من وراه، لأن عندنا فرصة ذهبية إن كل جمعة ملايين المسلمين بيروحوا للمساجد يستمعوا للخطبة دي. فشوف كم واحد ممكن يتصلح حاله بإنه يسمع كلمة طيبة من خطيب يعني مفوه وعنده حجة، وبيخطب خطبة مستند على أحاديث صحيحة مش أحاديث ضعيفة زي ما احنا بنسمعها في الخطب، ولا كلام ركيك للأسف. فالخطب بيبقى فيها ساعات لغة عربية شديدة جدا، مواضيع مالهاش علاقة بالواقع، بعض الأحيان بيبقى فيها للأسف أمور سياسية بتفرق الناس. فالأصل في صلاة الجمعة إن هي بتقرب الناس وتوحدهم مش العكس. فبالتالي أنا جيت النهارده أتكلم على الحتة دي. يا ريت كل ما يسمع الفيديو ناخد يعني موقف شوية من الموضوع ده، ونشوف مع خطيب الجمعة ونشوف مع المفتش ازاي نحسن خطبة الجمعة. الموضوع التاني، يا ريت نحرص على صلاة الجمعة نكون فيها قبل ما الإمام يطلع على المسجد، لأن فيها حديث بصراحة فيه ثواب عظيم جدا العلماء مش عارفين يعدوا الثواب اللي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، يعني صحي بدري واغتسل وذهب إلى المسجد ماشيا ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كتبت له بكل خطوة إلى المسجد أجر سنة بصيامها بقيامها. فاحرص دايما على أنك تروح المسجد قبل ما الإمام يطلع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك. السلام عليكم.